عليك أن تتهيأ عزيزي المشاهد لأن تصبح مشهورا على مواقع التواصل الاجتماعي وأنت لا تعلم سبب تلك الشهرة، والتي غالبا ما قد تكون سببها حركة لا إرادية وثقتها كاميرا إحدى الهواتف النقالة. وهنا يتوجب عليك أن تستقبل كم التعليقات الإيجابية منها والسلبية برحابة صدر، حتى وإن كان انتشار مقطع الفيديو خارج رغبتك. الطفلة مرام أو أم البنفسجي كما أطلق عليها في مواقع التواصل لم تكن تتوقع أن يصل مقطع فيديو تعبر خلاله عن فرحها بإحدى المناسبات إلى ترند في العالم العربي، وأخذ يتداوله الفنانون والأجانب على نطاق واسع. وهاي الأغنية جت إنه المطرب غناها؟ ايه. وأنت رحتي لو المطرب دز عليك؟ لا أنا رحت، كلها لحقتني. ها والبنات لحقنك؟ ايه. ليش ضربت البنات اللي بصفش لعب؟ يغنن بذاني وضربتني. يعني ضوجنك؟ ايه. بس أنت رحتي تريدين تغنين وحدك؟ ايه وهن لحقني. وسوى انهوس عليك؟ ايه وشانت فعلي دفعتها. دفعتيها؟ ايه. ذو مرام انتقدوا كم التعليقات السلبية التي تلقتها ابنتهم وتأويلات فرحتها العفوية إلى تعليقات مسيئة وساخرة تندرج ضمن التندر ولا غاية لها سوى تقليل الشأن. تفاعلت في العرس، نزعت رداء الحزن لأن هي يتيمة ودفنت أخوتها الشهداء 2 بصغرها، وقعدت الصبح منتشر المقطع 10 مليون مشاهدة، وتفاجأت بتعليقات سلبية لأن بعد بداية عمرها، وما يعني شجعوها أهلها قالوا هاي تعليقات عادية، وتفاعلت بعرس ابن أخوها لا أكثر ولا أقل. مساحة السلوك العفوية قد تترجم من الليل حتى الصباح إلى شهرة، وإن كانت وقتية الحال لكنها بالغة التأثير. والأمر واضح مع مئات المقاطع التي سجلت من قبل أشخاص عاديين لأصبحوا بساعات غير عاديين. من الشرقات عمار حامد، قناة الأولى.